إنهم فتية. أصحاب الكهف كانوا فتية. لو هنرجع لمعنى كلمة فتية في اللغة، وهي معناها أول الشباب، أول سن الشباب. لو هنتكلم عن إن الناس الدول اللي برا مصر مقسمة الأعمار ل3 حاجات، وهما kid, teenager, adult. طفل، مراهق، شاب أو بالغ. يعني احنا في الإسلام ما عندناش كده. احنا في الإسلام عندنا طفل وبالغ، طفل وبالغ، شاب. سن الشباب ده سن احنا عندنا طاقة، عندنا قوة، نقدر نلف كتير قوي ونتحرك ونقدر نتعلم حاجات جديدة، وبنكون فايقين ومركزين، ويعني لو اتحطينا في مكان فعلا حاجة بنحبها او كده ممكن نطلع طاقة كبيرة قوي. عكس مثلا لو طفل، عكس مثلا لو حد عدى سن الشباب، هو مش بيكون انرجاتيك وعنده طاقة كبيرة قوي زي ما احنا بيكون عندنا. سن الشباب هو من البلوغ لحد 30 سنة مثلا. ما فيش حاجة اسمها مراهق، لا، من أول ما بتبلغ، من أول ما بتبلغي تبدأي تتحاسبي. سن الشباب ده هنحاسب يوم القيامة عليه، هتسأل عنه، هتسألي عنه. عملتي ايه بقى في شبابك؟ عملتي ايه في الوقت اللي انتي عندك طاقة فيه وتقدري تعملي حاجات كتيرة قوي؟ إنهم فتية آمنوا بربهم. فتية ذكرت مرتين. الله عز وجل بيأكد علينا إن هما كانوا فتية. الشاب الناشئ على طاعة الله بيدخل الجنة. يعني فترة الشباب ده لو احنا استغلناه صح هندخل الجنة. سن اللي حوالينا كلهم بيعملوا حاجة، بس احنا مش لازم نكون بنعمل زيهم. احنا جيل كل حاجة بالنسبة لنا متاحة، ولو بنعمل حاجة غلط ممكن الناس تشجعنا عليها. لو بنعمل حاجة حرام هنلاقي في سبورت كبير قوي من الناس، وده حاجة عجيبة الصراحة. استغلوا سن الشباب واستشعروا الآية فتية. استغلوا سن الشباب. والله أنا عارفة إن إحنا عندنا بريشر كبير قوي، ضغط كبير قوي من المجتمع، وبنحاول يعني الله عز وجل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. واتفرجوا على أحمد عامل دبر سورة الكهف، يعني كان عامل ليها تفسير حلو قوي بجد، حلو قوي بجد. مفيش حاجة اسمها تينيجر، ها.